الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي وطالباتي طلاب الصف الأول الإعدادي دفعة 2025 2026. أهلا بكم حبايبي في مادة الدراسات الاجتماعية، وهنشرح إن شاء الله منهجنا من كتاب الامتحان، وهنبدأ بأولى الوحدات عندنا الملامح الطبيعية لقارة إفريقيا وحضارتها القديمة. الوحدة دي بتتكون من 3 دروس. هنبدأ النهاردة على طول بالدرس الأول اللي بيتكلم أو هنتكلم فيه عن قارة أفريقيا، الموقع والكشوف الجغرافية. عرفنا يا شباب وإحنا في ابتدائي في السنوات اللي فاتت أخدنا في الدراسات الاجتماعية، عرفنا إن قارة أفريقيا يا ولاد اللي هتكون موضوع دراستنا السنة دي. القارة دي اللي انتوا شايفينها قدامكم دي على الخريطة، على خريطة الكرة الأرضية. القارة دي إحدى قارات العالم القديم. ومين هم يا ترى قارات العالم القديم؟ أقول لكم آسيا وأفريقيا اللي هم بالأخضر دول، آسيا وأفريقيا وأوروبا، واللي بالأبيض دول هم قارات العالم الحديث أو الجديد، أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأنتاركتيكا وأستراليا. ودول الحاجات دي احنا خدناها قبل كده. يعني معنى كده يا مس ان قارة أفريقيا دي هي إحدى قارات العالم القديم اللي بينتمي ليها وطننا الحبيب مصر. يعني مصر جزء من قارة أفريقيا. قارة أفريقيا اللي انتوا شايفينها دي تاني أكبر قارات العالم بعد قارة آسيا. يعني قارة آسيا هي بتحتل المركز الأول، وأفريقيا بتحتل المركز الثاني. طب مين يا مس الثالث؟ أقول لك أمريكا الشمالية 3. المركز الرابع أمريكا الجنوبية، بيليها أنتاركتيكا المركز الخامس، أوروبا المركز السادس، وأستراليا أصغر قارات العالم من حيث المساحة. تمام؟ طيب يعني قارة أفريقيا هي تاني أكبر قارات العالم. يعني المعلومات دي لازم أحفظها بقى، لازم أعرف إن أفريقيا بتحتل المركز الثاني من حيث المساحة بالنسبة لقارات العالم. وانتوا شايفين أهوت الرسم البياني، يبقى آسيا رقم 1 أهي آسيا، 2 أفريقيا، وزي ما احنا قلنا بالترتيب احنا عندنا باقي القارات أهو زي ما انتوا شايفين يا ولاد، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، أنتاركتيكا، أوروبا، أستراليا زي ما قلناهم. يبقى أفريقيا بتحتل المركز الثاني، أو هي تعد ثاني أكبر قارات العالم من حيث المساحة بعد آسيا. طيب هي مساحتها قد إيه مس؟ أقول لك 30.4 مليون كيلومتر مربع، وبذلك هي بتمثل قد إيه من مساحة اليابس؟ يابس الكرة الأرضية 20%. يعني هي خمس مساحة يابس الكرة الأرضية. الخمس اللي هو يطلع كام؟ يطلع 20%. طب تعالوا نشوف النهاردة هنتكلم إيه بقى، أو يعني إيه المعلومات اللي إحنا هنعرفها عن قارة أفريقيا. أول حاجة لما بنيجي نتكلم عن الموقع يا ولاد في أي قارة، يعني أنتوا هتدرسوا السنة دي أفريقيا بأمر الله، في تانية إعدادي هتدرسوا آسيا وأوروبا. لما نيجي نتكلم عن موقع أي قارة أو موقع أي دولة بنبدأ على طول الموقع الفلكي ثم الموقع الجغرافي. يبقى الموقع هو عبارة عن إيه؟ فلكي وجغرافي، فلكي وجغرافي. طب يعني إيه الموقع الفلكي؟ أقول لك موقع المكان بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. طب يعني إيه؟ هنشرحها. طب والموقع الجغرافي بيقول لنا هو موقع المكان بالنسبة للأماكن المجاورة. يعني هو حدوده إيه؟ مين جيرانه؟ هل جيرانه بحار؟ هل جيرانه بتكون محيطات؟ هل قارات؟ هل دول مجاورة؟ يعني حدوده الجغرافية. طب عشان نعرف الموقع الفلكي والجغرافي لقارة أفريقيا لازم نشتغل يا ولاد على الخريطة. أول حاجة أدي أفريقيا بالنسبة للعالم. بالنسبة للعالم هتلاقوها قارة بتقع في موقع متوسط أو في وسط وقلب الإيه؟ خريطة العالم زي ما انتم شايفين كده. يعني تقريبا إن قارة أفريقيا بتتوسط خريطة العالم. تمام؟ طيب ناخد الخريطة اللي انتم شايفينها دي. أدي مصر يا ولاد، هي الركن، بتقع دولتنا أو وطننا الحبيب مصر في الركن الشمالي الشرقي من قارة أفريقيا. طيب حلو جدا. ادي الخريطة ناخدها بقى نعمل عليها زوم. ناخد أفريقيا بقى نكبرها شوية ونعمل عليها زوم عشان نشوف الموقع بتاعها. تعالوا الأول هناخد الموقع الايه؟ الفلكي.
هنبدأ يا أولاد بإن يعني إيه موقع فلكي؟ إحنا قلنا موقع المكان بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. طيب هبدأ بدوائر العرض. أفريقيا بتمتد أو بتقع بين دائرتي عرض 37.5 شمالا و34.5 جنوبا. يعني هي عندها إحنا يعني هي مس شمالا وجنوبا. أقول لك يعني أدي الصفر دي ده رقم دائرة الاستواء أهي، دائرة الاستواء. يبقى دائرة الاستواء رقمها صفر. أفريقيا جنوب دايرة الاستواء عندها كم يعني جنوب دايرة الاستواء عندها كام دايرة عرض؟ أقول لك 34.5 جنوبا. وكام دايرة شمالية؟ 37.5 شمالا. حلو جدا. يعني كده يا مس بنجمع ولا بنطرح؟ لما اجي اعرف ان افريقيا عندها كام دايرة عرض اقول لك لا، بنجمع اللي في الشمال زائد اللي في الجنوب. يعني احنا لو جمعناهم تقريبا يطلعوا لنا 70 دائرة عرضية. يعني القارة دي بتمتد في 70 دايرة عرض. معنى كده ايه يا اولاد من الموقع الفلكي بالنسبة لدوائر العرض؟ ان عندها تنوع في الاقاليم المناخية. عندها مناخ يعني انواع مختلفة من المناخ. طب قبل ما نروح نتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل نكمل الموقع الفلكي. يبقى انا عرفت ان افريقيا بتمتد بين 37 شمالا و34 جنوبا. يعني عندها كام دايره عرض؟ حد يقول لي. سامعه حد بيقول 70 دايره عرضيه. برافو عليكم. وتمتد بين خطي طول ها يا اولاد 17 غربا و51 شرقا. يعني ايه 17 غربا؟ يعني غرب خط اسمه خط جرينتش، خط الطول الرئيسي اللي بينصف الكرة الأرضية إلى نصفين شرقا وغربا. يعني كل اللي شرق اللي غرب خط جرينتش يبقى غربا، كل اللي شرق خط جرينتش يبقى شرقا. نفس الحكاية عند دايرة الاستواء، كل اللي شمال دايرة الاستواء يبقى شمالا، كل جنوب دايرة الاستواء يبقى جنوبا. حلو الكلام؟ طيب طب تعالوا ناخد استنتاج من الخريطة اللي قدامنا دي. وإيه هي دوائر العرض الرئيسية اللي بتمر بقارة أفريقيا؟ 1 دائرة الاستواء. 2 مدار السرطان اهو، ومدار السرطان ده درجته 23.5 شمالا في الشمال. يبقى مين اللي في الشمال؟ مدار السرطان. يبقى مين قصاد منه في الجنوب؟ مدار الجدي. مدار الايه؟ الجدي. مدار الجدي نفس الرقم يا ولاد. يبقى 0 دايرة الاستواء، مدار السرطان 23 شمالا، مدار الجدي 23 جنوبا. دول اسمهم الدوائر الرئيسية، زائد ان خط الطول الرئيسي وهو خط جرينتش كمان موجود عندنا، بيمر في غرب القارة وبيقطع دولة عربية اسمها دولة الجزائر. يعني هو بيمر بدولة عربية اسمها الايه؟ الجزائر، ودي تعرفوها. طيب عشان كده وجدنا ان لو بصينا كده هتلاقوا عند الجزء الشمالي او الجزء الاكبر من افريقيا وهو ثلثي 2/3 أو 2/3 من مساحة أفريقيا بتقع في النصف الشمالي، والتلت بس بيقع في النصف الجنوبي. يبقى احنا هنشرح يا ولاد الجغرافيا دايما على الخريطة عشان تقدروا تفهموها ويبقى سهل عليكم ان انتوا لو فهمتوا الخريطة خلاص الحفظ هنبقى احنا عارفين كل الكلام اللي في الكتاب، مفيش فيه اي صعوبة. يبقى ده الاستنتاج اللي احنا اخدناه من الموقع الفلكي. طب الموقع الجغرافي احنا قلنا لسه يعني ايه الموقع الجغرافي؟ قلنا هو موقع المكان بالنسبة للأماكن الأخرى من بحار ومحيطات وقارات أو دول مجاورة. يعني ايه؟ يعني موقع أفريقيا موقعها بالنسبة لإيه؟ للأماكن الأخرى من بحار أهو شمالها البحر المتوسط. طيب في غربها المحيط الأطلنطي. عرفتوا يعني ايه موقع المكان بالنسبة للأماكن الأخرى؟ حدوده الجغرافية. طيب من الشرق هنلاقي هنا المحيط الهندي والبحر الايه؟ الأحمر. البحر الأحمر. طيب يا مس ما لهاش حدود جنوبية؟ حد يفكر كده يقول لي امال الجنوب بتاعها ايه؟ اقول لك افريقيا قارة واخدة شكل المثلث أو رأس المثلث في الجنوب، ورأس المثلث يا أولاد ليس له حدود، بيكون التقاء مياه المحيط الهندي مع المحيط الأطلنطي، وده هتلاقوه موجود عند قارتين بس، أفريقيا وأمريكا الجنوبية، إذا إن شاء الله يعني كان ربنا قدر لكم إن أنتوا تدرسوها. يبقى عرفنا إن أنا عندي الأفريقيا كام حد كده؟
3 حدود: شمالا البحر المتوسط، مفيش جنوبا بقى، غربا المحيط الأطلنطي، شرقا المحيط الهندي والبحر الايه الأحمر. طب تعالوا نشوف كده، هو البحر المتوسط بيفصلها عن مين؟ ده بيفصلها عن قارة أوروبا. طيب والبحر الأحمر والمحيط الهندي؟ ده دول بيفصلوها عن قارة آسيا، البحر الأحمر والمحيط الهندي هنا. طيب والمحيط الأطلنطي بيفصلها عن مين؟ أقول لك عن الأمريكتين، أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، والكلام ده هتلاقوه هنا واضح أكتر، يعني هنا أهو واضح أكتر على خريطة العالم. طيب نروح بعد كده يا ولاد، عايزين بقى ناخد شوية استنتاجات، حبة استنتاجات حلوين كده من الخريطة، عايزاكم تعرفوا تقروا الخريطة، وعايزة أعلمكم إزاي تقروا الخريطة. لو فهمتوا الخريطة وقريتوها مش هتلاقوا أي صعوبة في الجغرافيا. الخريطة دي تدريب يا ولاد، إذا عرفتوا المعلومات واتحفرت في دماغكم من الخريطة خلاص ما عندكوش أي مشكلة، أدنى مشكلة مش هتلاقوا في الجغرافيا بالذات. طيب يبقى بالنسبة بقى عايزين نستنتج، طب يعني يا مس هنا البحر الأحمر والمحيط الهندي بيفصلوها عن آسيا، أمال هي كده قارة أفريقيا بتقترب من قارة آسيا، أكتر نقطة قريبة منها هي مين؟ هي مضيق باب المندب. طيب وبتقترب من أوروبا، أكتر مكان بتقرب منه من أوروبا أقول لكم مضيق جبل طارق. خلي بالكم علشان دي بتيجي في أكمل، يبقى أكمل تقترب قارة أفريقيا من قارة أوروبا عند نقط أقول له مضيق جبل طارق. طب وتقترب آسيا من أفريقيا من آسيا عند نقط أقول له مضيق باب المندب. طب وبتتصل آسيا، تتصل بقى آسيا بأفريقيا فين؟ أقول لكم عند الحتة دي اللي هي السهم ده، شبه جزيرة سيناء. وشبه جزيرة سيناء ده جزء من أرض مصر الغالية، أو جزء من وطننا الحبيب مصر، وده موجود عندنا في الشمال في الركن الشمالي الشرقي. يعني مصر هي بتقع دولة بتقع في الركن الشمالي الشرقي من قارة أفريقيا، وكذلك شبه جزيرة سيناء تعتبر جزء من مصر، وهي بوابة مصر الشمالية الشرقية. طيب شبه جزيرة سيناء بقى دي ليها أهمية حضارية واستراتيجية كبيرة. الأول يا أولاد أنا عايزة أقول لكم بس إن يعني إيه مضيق؟ المضيق هو ممر طبيعي مائي، ممر مائي طبيعي يعني إيه؟ يعني ربنا اللي خلقه، البشر ما عملوهوش. طيب بيفصل هو المفروض بيفصل ما بين يابسين، بس بيصل ما بين مسطحين مائيين، زي مضيق باب المندب بيصل بين مسطحين مائيين هما البحر الأحمر والمحيط الهندي عن طريق خليج عدن. فاهمين ازاي؟ طيب شبه جزيرة سيناء دي بقى فيها سؤال يجي بما تفسر. تعالوا بقى نشوف احنا الكلام دوت اهو. شفتوا بقى هنا عامل لنا ايه؟ عامل لنا على المضايق، يعني عمل لنا زوم اهي. اوروبا وافريقيا بيقتربوا من بعض فين؟ عند مضيق جبل طارق. طب وهنا مضيق باب المندب. طيب تمام، شبه جزيرة سيناء هي يا اولاد اللي هي بتعتبر نقطة الاتصال بين اسيا وأفريقيا. شبه جزيرة سيناء لها أهمية حضارية واستراتيجية كبيرة على مر العصور. طيب يعني إيه ليها أهمية حضارية؟ يعني إيه أهمية حضارية؟ بالنسبة لانتقال الثقافات والحضارات، إيه هي أهم الحضارات اللي دخلت أفريقيا عن طريق شبه جزيرة سيناء؟ أقول لك والله إن الإسلام كان مقره هنا في شبه الجزيرة العربية، دخل أفريقيا عن طريق شبه جزيرة سيناء. انتقلت الثقافة الإسلامية أو الحضارة الإسلامية من آسيا إلى أفريقيا عن طريق شبه جزيرة سيناء. طب يا مس والأهمية الاستراتيجية؟ يعني أهمية وقت السلم والحرب والأزمات، يعني في كل الأوقات المكان ده مهم اللي هي شبه جزيرة سيناء. ليه يا مس؟ أقول لك لأن مصر تعرضت للعديد من الحملات العسكرية عن طريق شبه جزيرة سيناء. معظم يا ولاد الاستعمار أو الاحتلال على مر العصور اللي دخل مصر معظمه كان بيدخل مصر عن طريق شبه جزيرة سيناء، يعني دي منطقة حساسة جدا بالنسبة لمصر. يعني على سبيل المثال احتلال الهكسوس جه من هنا من آسيا إلى مصر عن طريق شبه جزيرة سيناء، وكذلك العدو الإسرائيلي عندما دخل مصر واحتل شبه جزيرة سيناء. يبقى العدو الصهيوني أو الإسرائيلي في الاحتلال أو احتل جزء عزيز على قلوبنا
جدا وهو شبه جزيرة سيناء في 5 يونيو 67، ولكن الحمد لله قدرنا ان احنا نسترده. وبذلك يا أولاد ان شبه جزيرة سيناء هي مهمة جدا، ولازم نحافظ على المكان ده بشكل خاص. ليه؟ لأن لما نحافظ على أمن شبه جزيرة سيناء يبقى احنا بنحفظ أو بنحافظ على الأمن القومي المصري والأمن القومي الأفريقي. يعني عرفتوا أن شبه جزيرة سيناء دي مهمة ليه؟ أولا من الناحية الحضارية قلناها، من الناحية الاستراتيجية لأنها كانت هي المكان أو أن كل أو معظم الحملات العسكرية اللي تعرضت ليها مصر كان من خلالها، وبذلك فالحفاظ عليها هو أمن قومي مصري وأمن إيه؟ وحفاظا على الأمن القومي الأفريقي. طب هنروح بعد كده لإيه؟ هنروح لأهمية موقع قارة أفريقيا. غالبا الأسئلة يا أولاد هنا بتيجي في أهمية الموقع بتكون بما تفسر. يعني يجي يقول لي بما تفسر الأهمية، احنا هناخد إيه بقى؟ هناخد أهمية استراتيجية، أهمية اقتصادية، أهمية حضارية. طيب هنبدأ بالأهمية الاستراتيجية. ما المقصود بكلمة الأهمية الاستراتيجية؟ أقول له والله هي الأهمية وقت السلم والحرب والإيه والأزمات. طيب ليه قارة أفريقيا ليها أهمية استراتيجية؟ أقول لك لأن دايما يا أولاد الأهمية الاستراتيجية، هتاخدوا الكلام ده السنة دي والسنة اللي جاية إن شاء الله. الأهمية الاستراتيجية بتأتي من خلال إطلالها على أو إشرافها على مسطحات مائية مهمة وتحكمها في ممرات مائية مهمة. يبقى المكان ده احنا بيكتسب أهميته الاستراتيجية من إيه؟ من إشرافه على المسطحات المائية الهامة، وكذلك إيه؟ وكذلك تحكمه في الممرات المائية. طب هي بتشرف على إيه؟ أقول لك على البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي، وبتتحكم في ممرات مائية. طب إحنا قلنا يعني إيه ممرات مائية؟ قلنا الممر المائي هي المضايق، مساحات ضيقة. هو ممكن يكون حاططها لنا هنا في الآخر لأنه مدلنا عليها اهو. الممر المائي زي ما قلت لكم مجرى مائي صالح للملاحة يصل بين مسطحين مائيين، قد يكون طبيعي زي المضيق او صناعي مثل قناة السويس. يبقى طب المضايق، اقول لك والله ان احنا عندنا مضيقين واتكلمنا عنهم، جبل طارق وده اللي بتقترب افريقيا من اوروبا عن طريقه، وباب المندب اللي بتقترب افريقيا من اسيا من خلال باب المندب، وقناة السويس اللي هي يا اولاد تعتبر من اهم الممرات الملاحية في العالم. يبقى ده اللي اكسب افريقيا اهمية في كل الاوقات، انها بتتحكم في ايه؟ بحكم موقعها الجغرافي في الثلاث حاجات دول، مضيق جبل طارق، مضيق باب المندب، قناة السويس. طب هنروح بعد كده للأهمية، حاجة اسمها الأهمية الاقتصادية. الأهمية الايه؟ الاقتصادية. الأهمية الاقتصادية لقارة أفريقيا. الأهمية الاقتصادية دايما يا أولاد كل القارات بتكتسبها من موقعها الجغرافي والموقع الفلكي. يعني ما تنسوش أبدا الأهمية الاستراتيجية دي بتاعت المضايق والممرات، دي بتتحكم في المضايق والممرات وإطلالها على المسطحات المائية. الأهمية الاقتصادية دي موقع بتجيب فلوس منين؟ يعني ايه أهمية اقتصادية؟ يعني قارة أفريقيا بتحصل على ايه اللي خلاها يعني يبقى عندها مثلا أهمية اقتصادية في الزراعة، في الصناعة، في التجارة، في حاجات بتجيب لها فلوس. أقول لك الموقع الجغرافي بتاعها اللي أدى إلى تحكمها في الطرق أو أهم الممرات الملاحية زي قناة السويس ومضيق جبل طارق وباب المندب. 2 موقعها الفلكي. أنا قلت لكم إن أفريقيا بتمتد في كام دايرة عرض؟ قلنا 70، 34.5 جنوبا إلى 37.5 شمالا، يعني تقريبا 70 دايرة عرض. ده معناه يا أولاد تنوع المناخ، عندها أنواع عديدة من المناخ. وطبعا تنوع المناخ، كل مناخ بيكون فيه نبات طبيعي مختلف، فيه محاصيل مختلفة، فيه حيوانات بتعيش فيه أو بتربى فيه بشكل مختلف، وإحنا كلنا عارفين الكلام ده. يبقى الموقع الفلكي أدى إلى تنوع مناخها، وبالتالي تنوع النبات الطبيعي والحيوانات والمحاصيل الزراعية. طيب هنروح بعد كده للأهمية الحضارية. لو قال لي نفس الكلام بما تفسر الأهمية الحضارية لقارة أفريقيا أو لموقع أفريقيا أهمية حضارية كبيرة، أقول له بسبب أن قامت على أرض أفريقيا العديد من الحضارات، منها أقدم الحضارات في العالم. على رأسها يا أولاد
حضارة مصر القديمة حضارتنا العظيمة. 2 حضارة كوش في بلاد السودان. يبقى أكمل حضارة كوش بتقع في أي دولة، أكمل تقع حضارة كوش في نقط، أقوله في السودان. في حضارة تانية أو تالتة بقى اسمها حضارة أكسوم. حضارة إيه؟ أكسوم. دي فين؟ في إريتريا. يبقى دي يا ولاد حضارة مصر القديمة هنا، حضارة كوش هنا، حضارة أكسوم هنا في إريتريا وأثيوبيا. طيب وعندنا في حضارات تانية أقول لك أيوة، حضارة قرطاج في تونس هنا. دي أهم الحضارات يا ولاد، وتعتبر من أقدم الحضارات في العالم. طب إحنا عمالين بنقول يعني أهمية حضارية أهمية حضارية. طب يعني إيه حضارة؟ أقول لك والله إن الحضارة عبارة عن إيه؟ عن مجموع إنتاج أو كل حاجة أنتجها الإنسان أو عقل الإنسان يا ولاد، سواء كانت مادية أو ثقافية. يعني ايه مس الكلام ده؟ اقول لك يعني كل الحاجات اللي الانسان انتجها. يعني ايه؟ يعني العلوم اللي الانسان عملها، مثلا العلوم القديمة، الكيمياء، الفيزياء، الجغرافيا، التاريخ، كل الحاجات دي، الفلك، ده نتاج ثقافي او انتاج ثقافي، حاجة ثقافية، زي العلوم، زي الفنون، زي القيم، الاخلاق، العادات، التقاليد. يبقى الحضارة هي مجموع الإنتاج الثقافي والمادي. طب الثقافي ده شيء غير ملموس، ما أقدرش أمسكه بإيديا، ما أقدرش أمسك العادات والتقاليد والعلوم والفنون بإيديا، ولا القيم ولا الأخلاق. أمال ده بقى إنتاج اسمه إنتاج ثقافي. وإنتاج مادي، يعني إيه مادي؟ يعني حاجة ملموسة أقدر أمسكها بإيديا، القلاع، الحصون، المباني، القصور، الأهرامات، كل ما يميز كل مجتمع عن غيره بيسمى حضارة. عشان كده تلاقوا حضارتنا المصرية بنشوف، أو أي حد في العالم بيشوف اللبس أو الزي الفرعوني يعرف، حتى لو هو في روسيا يقولك ده زي مصري، ده بتاع الحضارة الفرعونية. فهمنا يعني إيه حضارة؟ يعني شيء إن الإنسان عمله في حضارة ما، سواء كان ثقافي غير ملموس زي العادات والتقاليد والعلوم والفنون والقيم، أو مادي ملموس زي القلاع والمباني والقصور، الملابس، الحاجات الملموسة دي يا أولاد اللي بتميز مجتمع عن غيره من الحضارات. ده كده بالنسبة للجزء الأول من الدرس. وتعالوا يلا بينا نحل التدريب. أول حاجة عندي دائرة عرض، هنا مدار السرطان. رقم 2 مدار الجدي. رقم 3 دائرة عرض الاستواء. رقم 4 خط طول رئيسي، يبقى على طول هنا ايه؟ هنا خط جرينتش. رقم 5 أكيد بيسأل عن المحيط، يبقى المحيط الهندي. رقم 6 المحيط الأطلنطي. 7 البحر الأحمر. 8 البحر المتوسط. وكده احنا شرحنا الجزء بتاع الخريطة حلناه. طيب تعد قارة أفريقيا في السؤال اختر الإجابة الصحيحة. تعد قارة أفريقيا ثاني قارات العالم من حيث المساحة بعد قارة آسيا. يفصل قارة أفريقيا عن قارة أوروبا. مين اللي بيفصل أفريقيا عن أوروبا؟ هو على طول البحر الإيه؟ البحر المتوسط. تتصل قارة أفريقيا بقارة آسيا بريا عن طريق شبه جزيرة سيناء. إذا خرجت سفينة من قناة السويس، هتخرج من القناة نفسها بمصر متجهة شمالا للدوران حول أفريقيا، فإن المسار الصحيح للسفينة هيكون إيه؟ تخيلوا معايا كده وإنت واقف عند قناة السويس، هتبدأ تتحرك من قناة السويس وتطلع للشمال. يبقى هتطلع للشمال فين؟ هتروح أكيد البحر المتوسط، أول شمال يقابلها. طيب وبعدين تفضل ماشية في البحر المتوسط لحد ما بنوصل لمضيق جبل طارق، هتروح المحيط الأطلنطي، ثم تدخل بعد كده تخلص الأطلنطي عند المثلث من الجنوب، تدخل الهندي، ثم البحر الأحمر حتى تصل إلى قناة السويس. تمام؟ طيب ده بالنسبة ممكن تتخيلوها وترجعوا للخريطة واحنا بنشرحها كده. اكتب صواب وخطأ مع التصويب. تقع قارة أفريقيا وسط قارات العالم، صح. يمر مدار السرطان في النصف الجنوبي، غلط. امال ايه؟ النصف الشمالي، هنشيل الجنوب ونكتب الشمالي. يقع ثلثي مساحة قارة أفريقيا في النصف الكرة الأرضية الشمالي، صح. انتقلت الحضارة الإسلامية إلى قارة أفريقيا عبر شبه جزيرة سيناء، صح. طيب لموقع أفريقيا الجغرافي أهمية بالنسبة للملاحة
العالمية، أقول له طبعا. هو بيقول لي بما تفسر، أقول حيث أنها تشرف بحكم موقعها الجغرافي على ممرات مائية مثل مضيق جبل طارق ومضيق باب المندب وقناة السويس، وهي من أهم الممرات أو أهم طرق الملاحة العالمية. بما تفسر تنوع المناخ والنبات الطبيعي في قارة أفريقيا. طب احنا بنقول بسبب ايه؟ أقول له بسبب موقعها الفلكي الذي أدى إلى تنوع مناخها وتنوع النبات الطبيعي. طب موقعها الفلكي ده اللي هو كام؟ أقول له حيث تمتد بين دائرتي عرض 37.5 شمالا و34.5 جنوبا. تمام؟ يبقى ده بالنسبة لي بما تفسر. دلل يعني هنشوف دلل بقى هنا. يعني ايه دلل يا أولاد؟ يعني اشرح، يعني هات الدليل. هات الدليل بقى من عندك من حيث اللي انت درسته. كانت أفريقيا موطنا للعديد من الحضارات القديمة. أقول له حيث قامت على أرض أفريقيا العديد من الحضارات مثل حضارة مصر القديمة أو الحضارة المصرية القديمة، حضارة كوش في السودان، حضارة أكسوم في إريتريا وأثيوبيا، حضارة قرطاج في تونس. وكده احنا خلصنا الجزء الأول. هناخد ونبدأ النهاردة، مش هنخلص كل الكشوف الجغرافية عشان ما نطولش قوي في الحصة. الكشوف الجغرافية بيقول لي ثالثا الكشوف الجغرافية لأفريقيا. أول حاجة هنتكلم عن دور مصر في اكتشاف قارة أفريقيا، دور العرب، ثم دور الأوروبيين. مصر يعني احنا عاوزين نقول الأول يا أولاد، بالرغم من ان قارة أفريقيا دي واحدة من قارات العالم القديم، إلا ان كتير جدا من أجزائها تأخر في استكشافه. فهنبدأ بقى نشوف ايه القصة بتاعت الموضوع ده. اول حاجة عندي ان احنا في دور مصر في اكتشاف افريقيا. هناخد دور مصر المصريين القدماء وفي العصر الحديث. بالنسبة للمصريين القدماء كان عندنا واحد من الرحالة اسمه حرخوف. اسمه ايه؟ حرخوف. قام بأربع حملات نحو الجنوب. يعني أخذ 4 حملات أو اتجه نحو الجنوب اللي هو جنوب مصر يعني. وده كان من أوائل الرحالة المصريين اللي اكتشفوا أجزاء من أفريقيا. طب حرخوف ده اكتشف أجزاء من أفريقيا عن طريق كم رحلة؟ 4 رحلات اتجه بيهم نحو الجنوب، وما قاليش بقى لحد ما وصل لفين. بس يبقى حرخوف صاحب 4 رحلات نحو الجنوب، جنوب مصر، وهو من أوائل المصريين اللي اكتشفوا أجزاء من أفريقيا. جه من بعده يا أولاد ملك اسمه نخاو الثاني، وده كان واحد من ملوك الأسرة 26 في الأسر الفرعونية 30. كان ملك من الملوك. أول واحد يرى ضرورة لفكرة الدوران حول أفريقيا. إيه بقى فكرة الدوران حول أفريقيا دي؟ يعني بدأوا يا ولاد بفكرة الدوران هنا من البحر. عارفين الأسهم اللي انتم شايفينها بالأحمر دي، اللي هي بدأت بالبحر الأحمر أهي، ماشية هنا وبعدين دخلنا هنا عند خليج عدن، ثم وصل إلى منطقة القرن الأفريقي. تمام؟ الرحلة دي استمرت 3 سنين، يعني فضل بصوا يلف ويدور الرحلة دي زي ما انتم شايفين كده بمحاذاة الساحل الشرقي نزولا إلى، والدوران تم حتى وصل إلى الساحل الغربي، دخلوا في المحيط الأطلنطي حتى وصلوا إلى دخلوا جنوب منطقة مضيق جبل طارق، ودخلوا البحر المتوسط ووصلوا ورجعوا لمصر يا ولاد مرة أخرى. طيب عادت الرحلة دي بعد 3 سنين، بس هنا بقى قدروا ان هم يصلوا إلى عرفوا السودان. ادي منطقة السودان وادي منطقة القرن الأفريقي. شايفين القرن ده اسمه القرن الأفريقي. القرن الأفريقي ده اللي هي منطقة ايه؟ جيبوتي والصومال وبعدين جزء من أثيوبيا، ووصلوا بقى أولاد حتى شرق أفريقيا وأعالي منابع النيل. أعالي منابع النيل اللي هي المنطقة دي منابع النيل العليا أو أعالي منابع النيل. وبعدين وصلوا حتى غرب قارة أفريقيا أو الساحل الغربي. كل دي رحلة أيوة، بس استغرقت 3 سنوات. طيب حلو قوي. في العصر الحديث ده يبقى أنا في العصر القديم قلنا الرحالة حرخوف ده أول أو من أوائل المصريين القدماء اللي اكتشفوا أجزاء من أفريقيا عن طريق 4 رحلات قام بيها نحو الجنوب. ونخاوي الثاني
بعثته للدوران حول أفريقيا اللي بدأت بالبحر الأحمر وعادت إلى مضيق جبل طارق بعد ما استمرت 3 سنوات، وعرفنا وصلت لإيه. في العصر الحديث عندنا 2، محمد علي باشا والخديوي إسماعيل حفيد محمد علي باشا. محمد علي ده عمل إيه بقى؟ أقول لكم إن هو أمر أو تم إرسال رحلات لاكتشاف منابع نهر النيل. شايفين يا أولاد نهر النيل هنا أهو، نهر النيل هنا هوت. طيب ووصل حتى وصل إلى النيل الأبيض. النيل الأبيض هنا الجزئية دي عند السودان. سنة كام؟ سنة 1839. ورسموا خريطة للنيل من أول مصر لحد إيه؟ لحد جنوب السودان. بعد كده جه حفيده الخديوي إسماعيل، والخديوي إسماعيل ده بقى كان بيهتم باكتشاف منابع النيل جدا، لدرجة إن الراجل ده حكم كل البلاد اللي هي جنوب مصر والسودان لحد ما وصل لحد فين؟ لحد المنطقة دي جنوب دايرة الاستواء. يبقى ده مين؟ ده الخديوي إسماعيل حفيد محمد علي، اهتم باكتشاف منابع النيل ووصل حكمه إلى جنوب دايرة الاستواء. طيب ده أول جزء. طب هنروح بعد كده للعرب، الرحالة الجغرافيين العرب. في العرب هنا لما اتكلم عن العرب، إنجازات العرب كلها يا ولاد كانت في العصور الوسطى في ظل التاريخ الإسلامي. عندي الجغرافيين والرحالة العرب اللي هم أسهموا من خلال رحلاتهم في الكشف عن أجزاء عديدة من أفريقيا. كان منهم عندنا رحالة اسمه ابن بطوطة. ابن إيه؟ ابن بطوطة. ابن بطوطة ده واحد رحالة من بلاد المغرب العربي. طيب بدأت رحلاته في اكتشاف أجزاء كبيرة من أفريقيا. يعني بدأت رحلاته يا أولاد من شمال غرب أفريقيا هنا حتى وصل إلى مالي، حتى وصل في الجنوب إلى مالي، إلى دولة إيه؟ مالي. تمام؟ استطاع إن هو يخترق في الجزء ده الصحراء الكبرى. يعني رحلاته كانت متجهة من الشمال إلى الجنوب حتى وصل إلى مالي. من هو؟ قام برحلات مهمة في شمال وغرب أفريقيا، استطاع أن يخترق الصحراء الكبرى من الشمال إلى الجنوب حتى وصل إلى مالي. يبقى ده مين؟ ابن بطوطة. تاني واحد بعده كان هو من أوائل الرحالة العرب اللي زاروا أفريقيا وكتبوا عن أفريقيا، كان اسمه المسعودي. اسمه الإيه؟ المسعودي. الكلام ده كله هتلاقوه مكتوب هنا اهوت، كل اللي احنا قلناه هتلاقوه مكتوب هنا. ادي المسعودي اهو، وادي ابن بطوطة. وبعد كده التجار العرب. التجار العرب هم العرب المسلمين اللي كانوا جايين او عبروا، دخلوا يعني جم من اسيا هنا، من اسيا من شبه الجزيرة، دخلوا البحر الايه؟ الاحمر، وبعضهم دخل عن طريق المحيط الهندي حتى وصلوا الى ايه؟ منهم اللي دخل السودان على طول، ومنهم اللي دخل بلاد الحبشة هنا، وحتى وصلوا إلى جزر القمر اللي هي الجزر دي. ودول يا ولاد بقى كانوا أصلا هم رايحين تجار ولكن كانوا مسلمين، فبدأوا ينشروا الإسلام في هذه المناطق. وتعددت الممالك الإسلامية على السواحل الشرقية للقارة، وامتدت إلى هضبة البحيرات الاستوائية، وكونت بعض الممالك الإسلامية في شرق حتى غرب أفريقيا لحد مالي. هنا بقى اتكونت إيه؟ ممالك إسلامية، ودخل الإسلام في هذه المنطقة عن طريق التجار العرب. وهنقف هنا النهاردة ونكمل المرة اللي جاية إن شاء الله باقي الدرس، وندخل في دور الأوروبيين في اكتشاف قارة إيه؟ أفريقيا. شكرا حبايبي، شكرا ليكم، ويا رب بالتوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.